السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي مشاهدي الكرام، اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي انا جربتها يعني انا شحال هادي وانا كنستعملها. هي كتبغي الصبر، اللي بغى يحيد الكرش، بغى يحيد الدهون، بغى يحيد اي حاجه، جرثومه المعده، اي حاجه بغى يحيدها من الجسد ديالو، يعني التسمم، الديدان، بزاف، حتى السكر، حتى بالنسبه بزاف ديال الحوايج. المهم هذه نخاله ديال القطونه، مزيانه للبشره، مزيانه للعينين، مزيانه هي غير الشعر اللي كتقوي الشعر الا شربتيها. اما الا درتيها راه كاين اللي كيقول لك واش نديرها لشعري، لا، ملي كتشربها راه كتنفعك، يعني بحال ملي كتسقي الشجره كتعطي تبارك الله الفوائد ديالها. بالنسبه لهاد النخاله ديال القطونه، انا درتها في الماء طيب، كنديرها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق كنشربها، كنخلي الماء تيبرد شويه. دابا نتوما كتشوفوني كنبرد فيه شويه، راه طيبته. وطريقه الاستعمال الله يجزيكم بخير، طريقه الاستعمال غادي نوريها لكم، ديروها كما هي وصبروا. يعني تقريبا كاين اللي كيصبر شهر، كاين اللي شهرين بدون اي ريجيم واي حاجه، راه غادي تحيدوا الكوليسترول، الدهون المتركله، بزاف د الحوايج. ولكن سبقوا الديسير يتسبق عافاكم على قبل الغداء، وجبه الغداء والعشاء راه تقريبا راه يعني اغلبيه الناس ما كيتعشاوش. نوريكم طريقه الاستعمال. طريقه الاستعمال، كناخذ معلقه ما هي نخاله ديال القطونه كما كتشوفوا، كناخذ معلقه كنديرها في الماء طيب، صافي كنخليها تتبرد واحد 10 ديال الدقائق وكنشربها. كنصوم عليها تقريبا واحد، نتوما الوقت فاش كتفطروا مثلا في 8 غتشربوها في 7، ولا تقدروا تشربوها في الفجر من بعد صلاه الفجر، وهكا غاديه. وان شاء الله يفرحكم. انا بغيت منكم الدعاء، انا ما بغيت منكم والو، غير الدعاء فقط. احنا هاد القناه ما كنستافدوا منها غير الدعاء فقط. وانتم عارفين هادشي، دابا راه كاع اللي عنده القناه وعنده سميتو راه كيستافد، اغلبيه الناس غير الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.